فكرة النار كانت فكرة قديمة، مش فكرة جديدة. من أيام ما كنا بنستخدمها لحرق شعر الأذن وشعر الخدود عن طريق كرت بتغطي العين. كنا بنستخدم الطريقة هذه من زمان، ولكن مع استمرار الخبرة وحياتك والعمر، أمور زي هذه بتضطر أنك أنت تكتشف. قبل وتعلمت الشغل هذا على بواريك شعر اصطناعي على اساس انه اشوف ايش فايدته. هي بس مجرد بهرجه ولا ايش؟ لقيت انه لها فائده، بتفيد الشعره في حاجات كثير، بتفيد فروه الشعر لانه بتعمل على تشغيل الدوره الدمويه في الشعره نفسها، وبتغذي البصيله وامور زي هذه. بدي حمايات على الشعر من الاساس، من البدايه بتعمل حمايات على الشعر من الجذور تبعتها لعند اطرافها. بتدي حمايات على شكل دائري بتلف الشعر. الحمايات الكريمات او الاشياء اللي بتستخدمها للحمايات اكثر من نوع، مش نوع واحد. درجة الحرارة طبيعي، درجة الحرارة بتعمل على تمدد الشيء. أنا هذا الكلام ذكرته مع واحد واثنين وثلاثة، إن درجة الحرارة بتساعد على تمدد الأشياء. فما لك لما تكون شعرة شيء ضعيف، حتبديها الطريقة الثانية. عندنا المولدات الكهربائيه، وان كانت التيارات الكهربائيه، لانه انت هاي زي ما انت شايف انه الكهرباء عندنا قاطعه، فبدي شيء يديني بديل عن الاستشوار والامور زي هذه، لانه بدي قوه حراره عاليه. الاستشوار اوقات بيعطيني في حاله لما يكون طبيعي، ولكن الاستشوار بيعمل على تشقق الشعر وامور ثانيه. لكن النار والحراره، الحراره بشكل عام بتفيد.